بيبدأ الفيلم بجاسبر شاب متدلع وبيكون بيتدرب في مكتب البريد الملكي، وبتيجي رسالة لجاسبر من مدير مكتب البريد اللي بيكون في نفس الوقت والده، وبيقول لوالده انه بقاله 9 شهور بيتدرب وما نجحش في اي وظيفة اتكلف بيها، وبيقول لوالده كمان انه هيشتغل ساعي بريد في مكتب بريد في جزيرة بعيدة اسمها سمارينسبيرغ، ومطلوب منه يوصل 6000 رسالة خلال سنة، وبيقول له كمان انه لو فشل في توزيع الرسائل هيحرمه من الميراث ويرميه في الشارع، وبيقول له كمان ان هيعمل ده لوحده من غير مساعدة من حد او غش، وبياخد جاسبر عربية حنطور عشان يروح بيها الجزيرة، وبتكون العربية متهالكة وطالع عينيها، وفي الطريق بتاعت العربيه ويحاول جاسبر انه يغير العجله، ويركب جاسبر مع واحد مراكبي عشان يوصله للجزيره، وفعلا بيوصل جاسبر الجزيره اللي بتكون كئيبه والناس اللي فيها شكلهم غريب وبيظهر عليهم الكآبه، وبيسال جاسبر المراكبي عن الناس وعن حفله الاستقبال اللي المفروض يعملها له، فيقول له المراكبي يضرب الجرس عشان يبداوا الحفله، فيسمع جاسبر كلامه ويروح يضرب الجرس، فيخرج كل الناس ويضربوا بعض وتبدا معركه كبيره بينهم، فيحاول جاسبر انه يهرب من وسط الدار، ويجري جاسبر لحد ما يوصل لمكان مكتوب عليه مدرسه، ويدخل جاسبر ويلاقي في المكان سمك كتير، وبتكون الفا مدرسه المدرسه قاعده بتنظف السمك وتقطعه، وبتقول له مس الفا ان المراكبي خدعه لما قال له يضرب الجرس، وان ضرب الجرس هنا معناه الحرب بين القبيلتين اللي ساكنين على الجزيره، فيقول لها جاسبر ان المفروض ان دي مدرسه وفيها طلبه ومدرسين، فتقول له الفا ان الاهالي هنا ما بيبعتوش اولادهم المدرسه عشان ما يتصاحبوش على اولاد اعدائهم من القبيله الثانيه، وتقول له الفا انها اشتغلت في السمك عشان تحوش فلوس وتقدر انها تسافر وتهرب من هنا، ويجي المراكبي ويودي جاسبر لمكتب البريد، ويدخل جاسبر مكتب البريد ويلاقي عباره عن عشه فراخ، ويقول له المراكبي ان المكان ده هيبقى بيته، وبينام جاسبر في مكتب البريد وبيكون الجو برد جدا عليه، وبيعاني جاسبر من الحياه في الجزيره دي، وبيكون جاسبر متضايق ويقول انه هيرجع بلده، بس بيفتكر كلام ابوه انه لو فشل هيحرمه من الميراث، فيبدا ينزل لشوارع الجزيره ويدور في صناديق البريد على اي رسائل عشان يحقق تارجت ال 6000 رساله، بس مش بيلاقي اي حاجه، وبيروح جاسبر يتكلم مع المراكبي ويساله ليه اهل الجزيره ما بيستخدموش البريد، في الوقت ده بتقع ورقه من ولد صغير مرسوم فيها صورته وهو محبوس في القصر، وبيطلب الولد من جاسبر انه يرجع له الصوره، فيقول له جاسبر انه هيبعتها له بالبريد، ويحط جاسبر الرسمه في جواب ويطلب من الولد انه يحط على الجواب طابع بريد، وبعد كده يحطها له في صندوق البريد، بس بيجي ابو الطفل ويشوف اللي بيحصل ويخلي الكلاب تجري ورا جاسبر، فيرجع جاسبر مكتب البريد ويحدد على الخريطه كل الاماكن اللي راحها، وبيكون باقي مكان واحد بس في اخر الجزيره لسه ما راحوش، ويقول له المراكبي ان ده بيت كلاوس النجار، ويقول له ان كلاوس راجل لطيف وبيحب الضيوف، فياخد جاسبر الحنطور ويروح لبيت كلاوس، ويوصل جاسبر لبيت كلاوس ويخبط على الباب بس ما حدش بيرد، فيدخل جاسبر البيت وبيجي حبه هوا ويقفلوا الباب، وبتقع كده التلج ورا الباب، فما يعرفش جاسبر يفتح الباب عشان يخرج، وبيشوف جاسبر في بيت كلاوس الالعاب اللي بيصنعها كلاوس بنفسه، وبعد شويه بيوصل كلاوس بس جاسبر بيخاف منه فيجري عشان يهرب بسرعه من البيت، ويركب الحنطور ويمشي، بس الشنطه بتاعته بتقع منه وتقع منها الورقه اللي فيها رسمه الطفل، فيشوف كلاوس الرسمه ويقرر انه يروح لجاسبر اللي بيكون لما حاجته وبيهرب من الجزيره، فيسال كلاوس جاسبر عن الشخص اللي رسم الصوره، فيقول له جاسبر ان اللي رسم الصوره طفل وانه عارف مكانه، فيروح جاسبر وكلاوس للقصر اللي في الطفل، وبيطلب كلاوس من جاسبر انه يوصل هديه للطفل اللي رسم الصوره.